بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حال الإخوان؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن حال، تكونوا بخير وعلى خير، تكون الأمور ديالكم في أحسن الأحوال إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى غادي نتكلموا على الموضوع ديال انخفاض الإسمنت، مادة الإسمنت في المغرب. في القناة ديالكم قناة تبنيت، القناة ديالنا اللي كتهتم يعني بجميع الأمور المتعلقة بمجال البناء. يعني نحن مقاومة متخصصة في مجال البناء. اي واحد باغي يتعامل معنا او باغي يبني شي دار او شي فيلا او شي حاجه، يتواصل معنا في الرقم داير الشاشه وفي مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بالجميع. فكيف قلنا يعني في هذا نوفمبر، هذا النهايه ديال شهر نوفمبر، يعني الجمعيه المهنيه لمصنعي الاسمنت المعروفه اختصارا ب ABC، يعني عنات على واحد الرقم اللي هو انا كيبان لي يعني شويه حرج، اللي هو يعني انخفاض ديال 9.24% ديال انخفاض مبيعات الاسمنت بالنسبه لهذه السنه مقارنه بالسنه الماضيه. وهذا الانخفاض تقريبا يعني نقدر نقول 10%، يعني كيقارن ب 10%. فهو يعني انخفاض يعني اللي هو يعني تراجع حاد. مثلا بالنسبه للناس اللي ما بعيده من المجال ما غتفهمش مزيان، ولكن مزيان الناس دي شويه ديال الثقف يعني ولو قليلا. فبحال عندك 10 ديال الوزينات اللي كيديروا الانتاج ديال الاسمنت، كل واحد مثلا كيدير لك الانتاج ديال 100,000 طن، وواحد حبس. يعني راه واحد حبس، يعني راه ماشي سهله. او مثلا عندك المبيعات ديال مثلا 10 المليار ديال الدولار، ومليار ديال الدولار حبس. يعني ممكن تخيلوها. وهاد الماده، يعني الماده الاسمنت، يعني هي بالنسبه للاسمنت يعني الاكياس او الاسمنت البري بلوا او الى اخره. فيعني هاد التراجع هذا فراه كيجر معاه يعني جميع، يعني بزاف ديال الحوايج اخرين. فملي كيتراجع الاسمنت راه غتراجع معاه الحديد، غتراجع معاه الخدمه يعني اليد العامله. فاي تراجع فكيجر معاه يعني، الجميع كيعرف ان ماده الاسمنت ماده حيويه. يعني بالنسبه الاسمنت فهو ماده حيويه يعني بالنسبه للناس. يعني جميع الناس كتعرف هاد المعطى هذا. فلهذا الناس يعني هاد الناس اللي يعني اللي عندهم يعني المتخصصين في انتاج الاسمنت، ما عرفتش علاش يعني الاثمنه يعني كيزيدوا فيها، وهم كيشوفوا ان الوقت غادي في كساد. يعني كل مره يعني كنصطادموا يعني بزيادات ديال 2 دراهم، درهم ونص، 3 دراهم. يعني في هذه السنه يعني كانت زيادات بشكل اضطرادي، يعني كل شهر وشهرين كيكون زيادات، عكس يعني الفترات السابقه اللي كان يعني الزيادات كتكون على مدى يعني سنتين، سنتين ونصف، سنه ونصف، على حسب. يعني هاد السنه هذه كان واحد الزيادات يعني اللي هي يعني تقريبا يعني مرتفعه. ويعني والبيع عندهم ناقص. يعني ما عرفتش انا علاش ما ناقصينش من الثمن. كنتمنوا من الله تبارك وتعالى انهم ينقصوا يعني شويه في الثمن، باش الناس يعني تحاول يعني العجله الاقتصاديه تدور. كيف قلنا يعني الاسمنت راه كيدير واحد الحاجه، راه كيجر معاه بزاف ديال الحوايج. يعني انتاج الاسمنت منخفض راه غيرجع معاه انتاج ديال الحديد، اللي كيبيعوا الماتيريال ديال البناء، اللي كيبيعوا العود، الخدامه، الضرائب، بزاف ديال الحوايج يعني، وهلم جرا. وكنتمناو ان شاء الله تعالى يعني تزدهر القضيه ان شاء الله تعالى في هذه السنه المقبله. ف الى هذا الحد يعني كتنتهي هنا الحلقه ديالنا. يعني ولو تنويرا الشيء القليل، كنطلبوا من الله تبارك وتعالى تسمحوا لنا على التقصير الى قصرنا في شي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.